السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دا تشوفون هاي مقلوبة سويتها قبل يوم، يعني البارحة، دجاجة كاملة. احنا شنو عندنا؟ الدجاج دائما صدر الدجاج يبقى، فهاي ثاني يوم سويت صدر الدجاج اللي بقى من الدجاجة، مو كلش يرغبونه. مجرد انه حمست له بصل قبل ما اخليه لان هو مستوي، حمست له بصل وخليت له بهارات قص وبابريكا وشوية ملح، ونعصر عليه ليمون، وراح نسوي بيه فكرة سريعة غدا أو عشاء للي ما يعجبهم أشياء يأكلون ثاني يوم. قليت بوتيتا، وهاي عندي صدر عفوا خبز صاج، وهاي الصلصة حسب رغبتكم. الفكرة إنه أنتو شنو عندكم يظل، مثلا من صدر الدجاج تقدرون تستعملوه هواي أشياء، خصوصا صدر الدجاج بيه هواي أفكار، وهاي فكرة من الأفكار. إن شاء الله بالأيام القادمة أجيكم بهاي أفكار تقدرون تستفادون بيها بصدر الدجاج اللي يظل من الدجاج. هاي هنا سويناه، راح نسوي صاج عادي، كنا نعرف نسوي صاج، بس قلنا الفكرة إنه إحنا اللي يظل شلون نستفاد من عنده. سويته غدا لابني سريع ما شاء الله، صارن 5. وهنا أيضا أمامكم أنا عندي هاي الطاولة المغناطيسية اللي أكبس بيها، خليتها وسويتها غدا لابني. كنت بيومها يعني مسوية من عدس فما يحبه، سويت له هذا أيضا. صارت فكرة سريعة تفيدكم، هيجي أفكار دائما أتمنى تستفادون من هاي الأفكار. أتمنى من عندكم تفعيل زر الجرس والاشتراك بقناتي حتى يصلكم كل شيء جديد ومفيد إن شاء الله، وحتى قناتي تكبر بيكم أكثر وأكثر. طبعا صار طعمه طيب. الحشوة انتو شو تريدون؟ تخلوا المخلل، صلصات حسب رغبتكم. هاي صار عندي ما شاء الله 5 قطع، نقطعها بهالطريقة. إن شاء الله تعجبكم الفكرة وتطبقوها بالأيام القادمة إن شاء الله. وهاي قدمته لابني حتى يتغدى بيه. دمتم بأمان الله ودمتم سالمين آمنين. مع ألف سلامة.